سلام سلام، أهلا وسهلا ومرحبا، بسم الله على بركة الله. لهنا خياتي طبعا جيتكم بقصة مؤلمة، قصة صعيبة بزاف، وقصة صراحة أم كانت منهارة وحبت تحكي قصة بنتها. طبعا قالت راني حبيت نحكيها باه تبقى عبرة للأمهات يخدوا بالهم من بناتهم. هاد الأخت قالت أنا آه مات الزوج نتاعها، خلالها زوج ذكورة وزوج بنات، وهي كانت صغيرة، كانت في 45. تزوجوا صغار، يمكن تزوجت صغيرة. قالت لك أنا بنتي كانت في عمرها. وهاد القصة صدقوني واقعية 100% ومعروفة، صاحبة القصة ماشي من العائلة، ولكن واقعية 100%، ماشي غير مبعوثة، معروفة. قالت لك أنا بنتي كانت هكا بنتها تقرا، ماشي مجتهدة وماشي آه، من اللي يكونوا ضعاف، متوسطة. وصلت الأولى متوسط. كي توفى الأب نتاعها، كانت في السنة الخامسة. قالت لك ولات هكا شوية عنيفة، وهي الكبيرة في خوتها وخواتاتها، هي الباكرة كما نقولوا حنا. قالت لك لقيتها بدات هكا تبدل، مانيش عارفة، ودارت الحجاب، بالرضاية نتاعها دارت الحجاب. حجاب، تلبس لي غوب، تلبس الحجابات الصراول ما تلبسهمش نهائيا، متحجبة. قالت لك هذاك الشيء فرحني، وتصلي، ولكن شوية هكا عنيفة مع خوتها وخواتاتها. وبدات الطلبات نتاعها بداو يكثروا، بدات تقول لي دير لي تليفون نتاع انا التليفون كنت ضد. أنا التليفون ضد الطفلة تكون هاكا مازالت تقرا، لو كان لي كي تكونيكتي حاجة هاكا تكونيكتي بنتاعي، ولكن بندير لها التليفون ليدها، لا لا. ما كنت ضد هاد الشي. وكي زاد توفى الأب نتاعهم، زدت رجعت متشددة في الحراسة عليهم، لأن رجعت المسؤولية نتاع الأب ونتاع الأم. أنا اللي كنت مسؤولة ولازمني، والخوف نتاعي على ولادي باش ما يضيعوليش وفي سن المراهقة. كانت صعيبة عليا، ويمكن كنت ضغط عليها أكتر على اللازم. كانت طلبت مني نشري لها الهاتف، لكني رفضت. قلت لها أصلا ما عنديش باه نشري لك، وزيد بالزيادة راك تقرا، تبعي قرايتك، ونهار تجيب البيام نتاعك ان شاء الله. هي قرات ووصلت الاولى متوسط. ما بغيتش نشري لها التليفون. بدات هكا تمشي صراحة. بديت نشوف هكا تصرفات نتاعها ما يعجبونيش، وهي صراحة أنا كنت خاجلة حتى نهدر هاد الكلام. تعرفت على شاب هكا وهي العاديك في المتوسطة، وكانوا يجيبوا لي اخبار هكا، نسقسي اصحاباتها كيفاه، نروح نسقسي في القرايه كيفاه، يقولوا لي بدات تروطاردي، ما بكاتش حاطه راسها القرايه. دخلتها ليكور والو، السابعه دوبلت، وصلت للثانيه متوسط. دوبلت خطرتين ووصلت للثانيه متوسط. كيف بالطبع، بليكور ما كانتش عاجباتني. ولكن أنا على حبيت نحكي قصة بنتي، لأن كاينين بزاف اللي واقعين في هاد الخطأ. ما نشدوش، قال لك ما تشدش الحبل لنهايته وما تطلقلوش على الاخر. دائما نشدو من الوسط.
حنا لازم نكونوا يعني نكونوا حنان ونكونوش نشدّوا. قالت لك مانيش عارفة يعني أنا شديت عليها بزاف، بقات تعمل علاقات برا يعني هاكا، وهي في سن ما زالت صغيرة يعني، ما كنتش راضية بهذاك التصرفات نتاعها، وكنت عنيفة معاها، وكنت حتى كي نضربها، وبقات متشردات لي أشبه يعني ما تبغاش تجي للدار نهائيًا. ولكن ماشي غير هنايا المشكل، المشكل ماهيش في هادا برك، ماشي غير في القراية، وماشي غير جا نهار يعني لقيتها نوض هكا. أنا دايما نوض نقوم قيام الليل، نصلي ونطلب ربي يعاوني على تربية وليداتي ويحميهم لي. دايما يعني أي واحد يكون مضرور ويكون في قلبه الدين والإيمان، التقرب إلى الله هو الحل الوحيد. هو يعني أنا ما كانش عندي بديل. مام راح الأب نتاعهم يعني بانت لي بكيت كيما يقولوا في الوطية بلا غطية. لهذا بغيت يعني كنت نصلي بزاف ونقوم الليل. نوض نهار لقيتها تحكي في الهاتف وأنا ما دايراتلهاش الهاتف. رُحت دخلت للشامبرا، دارت روحها كيف فتحت الباب، أنا وقفت في الباب وسمعتها كيفاش كانت تهدر، ولكن عملت روحها راقدة نهائيًا، يعني كأنها. ولكن أنا كنت الليل كامل ما جاش في عينيا الركاد، وما كحّلتش بيه، وحسيت باللي الشي اللي خايفة منه وقعت فيه، والزمان هذا ما يرحمش. يعني كنت تفرقوا لي الأفكار، يعني كنت خايفة هل مشات مع اللي ما فيها، ولا منا، وبيت الليل كامل وأنا نطلع ونهبط. الصباح يعني ناضت باه تروح تقرا، ما بغيتش نهضر معاها، ما بغيت، عملت روحي ما على باليش. ولكن يعني نوضت الصباح، كي ناضت راحت دخلت تبدل حوايجها، راحت للدوش يعني تغسل، رُحت للقرطابل تاعها يعني الساكودو تاعها، فتحت ولقيت تميني هاتف، جبدتو ما دايرة لا كود لا والو يعني، وكنت مصدومة يعني منين جابت هاد الهاتف، وبكيت كيفاه نواجهها نخسرها. واش نعمل؟ هزيت هذاك الهاتف ونحيته لها يعني هزيته، وبقيت نخمم. خليتها راحت تقرا، ما مديته لها، ما هدرت لها عليه. بقى عندي شويه هكا نص نهار كان يصوني، فتحت بلا ما نهدر، يعني سمعت صوت نتاع ولد هكا، يعني راجل كما يقولوا شاب. قال لي: شكون اللي معايا؟ ما بغيتش نهدر، قطعت وأنا مشوكية، وأنا مصدومة، يعني كيفاش ندير مع بنتي. جات في العشية قررت نكلمها، وقررت والو نحكمها، نحبسها على الدراسة، الدراسة اللي تخسر لها السمعة نتاعها وتخسر حياتها كامل تروح. ما عندي ما ندير بيها، قلت نحبسها والو تحبس من الدراسة، والمهم تبقى بنتي بين يديا وما يلعبولهاش بعقلها وما يبدروهاش عليا، حتى لأن العمر هذا يعني من 15 و16 حتى ل20 يكون عمر يقدروا يلعبوا بها ويقدروا يعني يكون عقل الطياش. قالت لك كي جات قلت لها روح لهنا، غلقت الشامبرا باه ما يسمعوناش خاوتها. قلت لها يا بنتي فاش قصرت انا معاك؟ انا حبيتك تقرا وتكون في المراتب العليا وتخدم وتوصل لحد الزواج وتزوج بكرامتك وتزوج بواش تختار انت، ما يدلك حتى واحد وما يعرسك حتى واحد.
ولكن أنتِ حابة تدلّي روحك وتدلّني. سرحت تبكي وانت ما درتليش التليفون، وهذه صاحبتي اللي مدته لي. ها، يعني قنعتني، داحت باي طرق، وعيط لها، وها هي والغدوه راحت وجابت لي داك البنت، وقالت لي باللي هذه اللي مدته لي، وهذيك الطفله كيف كيف قالت لي يا خالتي، انت نحيتو لها، ما حبتش تقول لك انا مديتو لها، انا ماما عطاتني واحد، وخويا عطاني واحد، حبيت نعطيها واحد. قالت لها أنا كنت قادرة ندير لها الهاتف، ولكن أنا ما حباش بنتي توضر من بين يديا. وقنعتني وقلت لها التليفون ديالك معاك يروح، ما نحتاجوش عند بنتي. وفوتناها وراحت. المهم وقنعوني، لأن جيل، راهو جيل صعيب صعيب صعيب، ونوصي جميع الأمهات تولهم بناتكم وراقبوا لهم الهواتف نتاعهم، وراقبوهم في كل شيء، وعلموهم يحكوا لكم كل شيء. خلي بنتك ديرك انت صديقتها، وانت ميمتها، وانت ختها، لانه ما كانش في الدنيا اللي يحب لك الخير اكثر على الوالدين. على العموم قنعتني، رضيت. المهم رجعت تقرا عادي، التليفون ما زادش. يعني كي نفتشها ما كانش. عدات يعني، حتى وصلت للبيام. يعني وصلت للبيام، كيف كيف نزيد نشوف الطفلة تبدلت. نهار رحت ندوس في الشامبرا، وهي يعني في هذيك كانت ما كتقراش، لقيتو عندها ايفون. يعني وهنا قلت مستحيل هذا تمدوا لها صديقتها، وتميت شوكيت. وتمي يعني كانوا في العطلة، في غدوة راجعين. على العموم، لتميني صرا ظرف ومشيت أنا، يعني الطريق كانت يعني مزروبة، ما هدرتش معاها. والمهم يعني شافتني ختها وأنا نتهاوش، ودخلت ختها شافت التليفون في يدي. على العموم يمكن قالت لها، كي سمعت يعني هدرت لها ختها، الغدوة راحوا يقراو، بنتي ما رجعتش للدار. علاه؟ لأن أختها قالت لها شافت التليفون عندك في حوايجك ويتحلفت فيك، وأنا ما كنتش في الدار. قلت لكم جاتني طريق مزروبة، مشيت ليها. هي هزت روحها باه تشوفوا الخوف نتاعي والحراسة على ولادي. وهكاك يعني بلا ما كلمتها وبلا ما ضربتها وبلا ما عيطت عليها، عيبة راحت. بكيت أنا، راحت يعني تقرا، ما رجعتش. رُحت سكسيت صحاباتها الذي تقول لي رجعنا كيف كيف ومانيش عارفة وين راحت. على العموم ضربت لي 3 أيام وهي ما كانش. عيّطت لخوالها جاو، داحوا، ومن بعد لقيتها تعرف واحد الشاب، وهو اللي هرّبها، يعني هربت معاه، راحت معاه، لأن خافت. قالت له أمي شافت التليفون اللي شريت لي وهددتني. وداها يعني لدار واحد صديقه، يعني خلاها لتميني، ورحنا ديكلارينا، وراحوا حكموه. وهذه بالكل يعني علاه نقول لكم خدوا بالكم من بناتكم، واعطيوهم الحب واعطيوهم الحنان، وفهموهم يعني الدنيا هذه ما فيهاش الأمان. والعمر كي يكونوا صغار ما يعرفوش واش ينفعهم وواش